ابني بيسأل كتير وكلامه كتير جدا ومش بيفصل خالص، ودي حاجة مضايقاني كأم. ممكن اعمل ايه؟ طيب، كتر الكلام والأسئلة غالبا سببه حاجات كتير جدا، وأهمها إن لغته اتحسنت وبقى مستمتع بالكلام بتاعه وبقى فضولي وبيحب يسأل كتير، وفي نفس الوقت قدراته المعرفية اتحسنت وبقى ذكي وبيحب يعرف أكتر، وهو لسه أصلا ما اتعلمش امتى يتكلم وامتى يسكت وامتى يسأل. وفي نفس الوقت عنده اندفاعية وبيفكر بصوته، مش بيفكر بدماغه، بيفكر بصوته، ومتعود ان كل سؤال بياخد له رد فوري. يعني المشكلة تنظيم عملية الكلام، مش كلام زيادة او كلام كتير. طب احنا نحل المشكلة دي ازاي؟ لازم تعملي قاعدة واضحة للكلام، ووقت مخصص للأسئلة، وعملية وتنظمي عملية ان هو ياخد دوره في الكلام. وفي نفس الوقت ما ترديش على كل سؤال فورا. يعني هو لو سألك ما ترديش، انتظري بس 3 4 ثواني كده عشان تفكري، او هو ياخد نفسه في السؤال. ولو كرر نفس السؤال هتقولي بوضوح انت سألت وانا جاوبتك، مش هنكرر الكلام. وده كله طبعا تعمليه من غير عصبية وبهدوء ومن غير كلام كتير. ولازم تطلعي الكلام في صورة أنشطة. بمعنى إيه؟ أرسم الكلام اللي بيقوله، أخد كلام منه حتى لو كلام عشوائي وأعمله قصة، أشتغل معاه لعبة تمثيل الكلام. وده كله طبعا لما يبقى مزاجه كويس. وبلاش في نفس الوقت تسكتيه بعصبيه. يعني تقول له ايه؟ اسكت اسكت، انت صدعتني، انت فلقتني، انت مش عارف ايه، انت ما بتفصلش. هيزيد اكتر وهيتعصب اكتر وهيمسكها عليكي ان كل ما يجي يضايقك هيعمل نفس الحاجه اللي هتعصبك وتضايقك. وفي نفس الوقت ما تطنشهوش فجاه. بمعنى ايه؟ انت مثلا بتتكلمي في التليفون فهو يقول لك يا ماما يا ماما يا ماما، وانت سامعه يقول يا ماما، مش هيفصل ومش هيبطل. فانت هتوقفي التليفون بتاعك وكلامك وهترد عليه، هتقول له ايوه يا حبيبي عايز ايه؟ هيقول لك هيتكلم، فهترد عليه. سواء رد عليه بوضوح وبمنطقيه. لو سالك على حاجه، طلب منك حاجه، رد عليه وفي ثانيه واحده هخلص التليفون هكلمك. انت مثلا بتعمل حاجه في المطبخ وبينده عليكي يا ماما يا ماما يا ماما، تعالي يا ماما، هتروحي تسيبي اللي في ايدك لمده 2 3 ايوه يا حبيبي عايز ايه، وتكلميه وترد عليه. لان ده ممكن يكتر الكلام اكتر. وفي النهايه عايز اقول لك حاجه، ان ابنك ده مش محتاج يتمنع من الكلام خالص. يعني هو مش محتاج انه يتمنع من الكلام خالص. ابنك ده هو بس محتاج يتعلم امتى يتكلم وامتى يسكت.